تواجدنا اليوم من داخل استديوهات رحاب اف ام، وجميع اللي بتشوفوهم معنا من اداريين من فنانين كان عندهم علم بالمقلب اللي بيديروه في الفنان العصبي، الفنان الليبي حميد الشاعري اللي اول مره يصير له مقلب. تعال مع بعض نشوف شنو صار. هاي مشيها. اهلا وسهلا استاذ حميد الشاعري، احد مدارس الفن العربي واللي نعتز بوجوده معنا هذه الليله. اهلا وسهلا استاذ حميد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا والف مبروك على المحطه. الله يسلمك، الله يبارك فيك. طبعا استاذ حميد احنا ما نبوش نكونوا كاي لقاء عابر، احنا طبعا مسؤولين جدا انك انت اعطيت من وقتك رغم مشاغلك ورغم اعمالك. لا تحت امرك، تفضل تفضل. لكن عندنا اسئله كثيره، وان شاء الله يكون صدرك كبير معنا، وان شاء الله تحت امرك. الله ربي يحفظك. عمر ربي يحفظك استاذ حميد. استاذ حميد من حوالي سنتين شفنا وسمعنا اغنيه حبيبي روح السماره. نعم. طبعا هذه لها باع ولها صولات وجولات داخل المجتمع الليبي. نعم اكيد طبعا، اغنيه ليبيه راحت يعني. الحمد لله الحمد لله. لكن استاذ حميد نبغى نعرفوا اغانيك القديمه. نعم. ليش ما في من الناس، في من الجيل طبعا الجديد هذا، في اللي ما سمعهاش، في اللي ما عرفهاش. نعم. علاش ممكن انا من رايي، من رايي ممكن المشاهدين واحباء حميد الشاعري انه هو يجددها ويعطيها جديد، ويعطيها من جديد وينزلها في السوق من جديد زي ما نقول. يعني انا مش من عادتي ان انا نعيد اغنيه اندارت بشكل جديد. يعني هي ممكن يندر لها ريمكس او مكساج جديد وتنزل كيف ما هي، لكن انت تعيد توزيع او تديرها من جديد هذا انا ضد هذا. يعني لا مش هي كل اغنيه بتعبر عن الفتره بتاعها يعني. ايوه ايه، لا قصدي زي ما قلت انت ريمكس، قصدي تجديد، يعني نفس الايقاع نفس الشغل، يعني تنزل اصوات مره. أيوة. بنفس الشكل يعني. أيوة. بس بكواليتي جديده. أيوة. طبعا ممكن ليش لا. ممتاز جدا. نعم. وفي نفس الوقت نرحبوا اليوم بالاستاذه الفنانه نسرين الامام، فنانتنا اللي شاهدناها في عده اعمال مثل حنين وحنان وقلب ميت وادهم الشقاوه اللي حاليا نشوف فيه. اهلا وسهلا بك في قناه المتوسط وعبر استديوهات رحاب اف ام اللي نعتز حاليا بوجودنا داخلها. ميرسي، انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده ومع استاذ حميد الشاعري. الله يخليك يا سيدي. ميرسي. شكرا. طبعا ما ننسوش ان معانا اليوم الاستاذ وليد الشاعري اللي طبعا غني عن التعريف من تقديم برامج، ومعانا المذيعه المتالقه هبه، حتى هي احد الوجوه الجديده والجميله داخل رحاب الفن او رحاب اف ام. رحاب الفن. رحاب اف ام. رحاب اف ام روح هذه طبعا. هذه قمه رحاب. هم مقدمين برامج ومؤدين يعني بيأدوا برامجهم في قناه رحاب اف ام. منوره الفنانه نسرين، منوره معانا. ميرسي. يعني عايز اعرف بس اخر عمل ليكي انت راضيه عنه؟ ما فيش عمل هقدمه غير ما اكون راضيه عنه، انا اللي بختاره، ده اختياري، يبقى اكيد لازم ابقى راضيه عنه. يعني حتى مش هنخش في تفاصيل المشاكل اللي فيه والحاجات دي كلها، خلينا بس انت كل الاعمال اللي عملتيها راضيه عنها لغايه دلوقتي؟ الحمد لله. تمام يعني؟ الحمد لله، ده بالنسبه لي انا راضيه عنها. الجمهور بقى هو اللي يحكم. ده تسال الجمهور بقى. اكيد الجمهور هو اللي هيجاوب وهو اللي عارف اكيد يعني. طب احنا لخصت لك من الاخر يعني. طبعا احب ارحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. واقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. عايزين شويه، احنا طبعا بنعمل لقاء مع حضرتك دلوقتي من اذاعه رحاب اف ام، فعايزينك تدينا شويه خلفيه عنها وتعرفنا عشان مش كل الناس عارفينها. هي اول محطه متخصصه على الشبكه الدوليه للانترنت. بتخاطب جيل جديد من الشباب اللي هم حياتهم كلها على الانترنت، ما يعرفوش يعني حياتهم مش مرتبطه الا بالانترنت، باللابتوب والانترنت، ده الشبكه الدوليه اللي هي الانترنت يعني. برامجنا كلها على الهواء
زي ما انت عارفه طبعا اكتر من 20 برنامج على الهواء، بيتخللوا لقاء مباشر مع المستمعين، وبتتميز طبعا ان انت لما على الشبكه الدوليه، ما دام قعدت على الشبكه الدوليه يعني بتبقى العالم كله بيسمعك، مش منطقه محدده بس، اللي انت العالم كله بيسمعك يعني. جات لك منين الفكره او؟ هي مش فكرتي والله، هي فكره شقيقي مجدي اللي هو متخصص مجاله في الدراسه تاسيس الكوميونيكيشن، يعني الاتصالات والحاجات دي تخصصه يعني. نعم. طبعا حميد شاعري معروف بالنكته ومعروف بخفه الدم. نعود للاغاني القديمه. نعم. نعم. استاذ حميد في 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 زمن معين من سنوات ماضيه ما عادش سمعنا حميد شاعري، فتره ممكن 5 6 سنوات. نعم 6 سنوات. ايه، وبعدين سمعنا البوم اللي هو روح السمارة. روح السمارة. هل في هال5 ولا 6 سنوات هذه اللي ممكن ما اشتغلتش فيها وما رناكش فيها، احنا مش اشتغلتش فيها، اكيد في شغل كان عندك كان عندك اعمال لكن ممكن مخزنها، ممكن يعني ممكن مجهزها. وانا توقفت كحميد كالبوم الحميد يعني. ايوه. يعني ننزل سيدي الحميد السوق او ما اتوقف، يعني كان في وقفه 6 سنوات. لكن في شغل ثاني كان هيثم شاكر، شذا، مي نصري، يعني في اصوات هيثم نبيل، كان من الاصوات اللي يعني كان اهتمامي بالاصوات اكثر من اهتمامي بصوتي، ان هم جيل جديد، جيل شباب او جيل الانترنت كيف ما نقولون احنا. تمام. هو هذا علاش استضفنا احنا الاستاذ حميد، لان البرنامج هذا اسمه مدرسه الفن. الله. وانت احد الاساتذه ربي يخليك، بارك الله فيك. الله الفن العربي شكرا جزيلا. بصمه كبيره وشيء هذا نعتز به كلنا كعرب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. استاذ، طبعا انت تغنيت بالاغاني الليبيه القديمه كثير جدا كثير، والالحان الليبيه نعم. القديمه. نعم. رغم انها انا حاسس ان هي ضعيفه في ما تعطيكش الدرجه اللي ممكن تحس انك انت بتغني اغنيه لها وزنها لفنان مثل حميد الشاعري. هو هنا بنشوفوا حميد كيف انقلب 180 درجه، شوفوا تقاطيع وجهه كيف تغيرت. هاي مشي. ما فهمتش يعني ايش، يعني انت مش فاهم. نفهمك، احنا بنتكلموا توا بالعاميه. نعم. انت غنيت اغاني ليبيه قديمه. ممتاز. اللي هي الحان. نعم، حبيبه حبيبه وسمره يا سمره والحاجات هذه اغاني ليبيه. نعم. ونالت اعجاب الحمد لله. الحمد لله. المستمعين. نعم. لكن من رايي وانا اللي شفته ان الالحان الليبيه ضعيفه. نعاود من جديد، ناخذ راحه شويه. مشي. غير عفوا، ما دام وقفنا عرفتوا الاستاذ حميد كلينكس اللي ضغط شويه، في ضغط. ها؟ السؤال غريب. غريب شويه. الاستاذ وليد كيف نسال. انا مش فاهم كيف يعني. لا ما هو يعني الاستاذ حميد لا يعني هو مش على الكاميرا، السؤال مش فاهم انا، يعني مش كيف مش فاهم السؤال. السؤال يعني هل انا قدمت بصوره ضعيفه يعني؟ معلش انا ممكن اقدمه لك على الكاميرا افضل استاذ. اوكي، انا ما عنديش مشكله، انا بس يا ريت توصل لي المفهوم كيف يعني. انا ما عنديش مشكله. انا قدمت اغنيه ضعيفه يعني. لا بالعكس، انت ممكن قدمتها بطريقه افضل. معلش حضرتك لا. كمان من رأيك. دقيقة ارجع دقيقة ما فهمتش، انا ما فهمتش يعني ممكن السؤال تاني من الاول بعد لا اذنك. خلينا نصور. اوكي نبدا نصور. كيو. ضغط حضرتك ليبيا؟ ليبيا ان شاء الله. نعم. استاذ حميد. ايوه. انت تغنيت بالاغاني الليبيه والالحان الليبيه القديمه. نعم. واعطيتها للمستمع بطريقه حلوه. الحمد لله. ادخلت عليها ايقاعات وادخلت عليها تحسينات، والتحسينات هذه والايقاعات ممكن هي اعطت اللحن حقه،
في الوقت اللي هي ممكن تكون ضعيفه، من رايي انها تكون ضعيفه. ما لا، عنديش- هي الاغنيه الليبيه مش ضعيفه، انا فهمت سؤالك تو. هي الاغنيه الليبيه مش ضعيفه طول ما الجمله اللحنيه كويسه. طبعا لابد يعني ما دام الماده كويسه، يعني انت معاك صوره لو عملت عليها برواز ايه فريم عمرها ما هتطلع كويسه ما دام الماده كويسه. وبعدين ما نسمحلكش تقول ان الاغنيه الليبيه ضعيفه بجديات يعني. احنا يا استاذ توا قاعدين نتحاوروا. نعم. انا اعطيتك رايي، الاغنيه الليبيه في ايقاعها ضعيفه. لا بالعكس، انا شايف بالعكس صراحه. والله هذا رايي. يعني انا شايف ان انت بتدي دوا مش مظبوطه تو. انا مش قصدي حاجه يعني كيف ما تقول لو خشيت في اللحام الحي، انت خش في اللحام الحي تو يعني جديات. يعني كيف الاغنيه الليبيه ضعيفه؟ ما اقول لك حاجه استاذ، بالعربي نعم نقولوا فيها نعم ان اللحن الليبي ما زال ما احنا كملحنين وكفنانين ليبيين يعني ما زال ما وصلناش للدرجه. انا شايف ان انت نعم مش متزن كيف جديات. مش متزن؟ ان انت تقول عن الاغنيه الليبيه ان هي ضعيفه كيف؟ والله لما هذا تكون رأيي. اغنيه كيف اغنيه ضعيفه؟ اغنيه يعني مثلا في 97 افضل اغنيه كانت حبيبه يا حبيبه. سنه 90 كانت كواحد يعني او 91. لا هذا حميد الشاعري. سيبك مني انا شكل انا فريم يعني انا قدمت الاغنيه الليبيه في فريم. يعني الاغنيه الليبيه في فريم حميد الشاعري وفي ابراهيم فهمي وفي الاستاذ محمد حسن وفي ناصر المزداوي وفي احمد فخر. هذول كلهم لهم باع في الاغنيه. كيف انت يعني كيف تدعي على الاغنيه الليبيه بالطريقه دي؟ الاغنيه الليبيه والله اعطيتك راي استاذ حميد انت. هذا راي شخصي لكن مش عارف. راي لا انا صح. اسف انا اسف مش سامحني بعدين انا مش معاك في رايي هذا. كاغاني ليبيه ما تستاهلش ان هي يتغنى بها حميد الشاعري. احنا عفوا استاذ وليد، احنا قاعدين نتكلموا بصراحه. احنا قاعدين نتكلموا بصراحه. انت مش مقصود من سؤالك شنو؟ انت والله نبي نعرف استاذ حميد كيف استاذ انت ممكن حميد توقف شويه الشاعري. بعدين توقف شويه. كيف يعني شنو سؤالك؟ نبي نعرف كيف يعني استاذ كيف يعني كيف انت كيف؟ يعني كيف الاغنيه الليبيه لا تصل؟ كيف يعني مش فاهم كيف يعني كيف تدعي على الاغنيه الليبيه انت كيف؟ انا اتكلم انت ليبي؟ ليبي. ما اعتقدش. لا ليبي. اقسم بالله ما اعتقد انت ليبي جديات. انت البرنامج هذا يومي ولا شنو اللي لا تتكلم فيه؟ اسبوعي. ويكلي اسبوعي. اسبوعي. ما لكن يعني انا طبعا انا بنوجه بنحاول نعطي الحقيقه للمشاهد. نعم حقيقه. مم. انت تبصر جديات. انت تبصر ولا ما تدي فيش جديات؟ حاجه غير دقيقه استاذ حميد. احنا ما فيه تصوير طبعا. مفيش مفيش تصوير. بس مش حلو يا اشرف كيف يعني؟ الجديات انا مش فاهم الكلام. والله جديات ليبي انت. عفوا انا ليبي. ليبي والله جديات. غريب والله غريب. هو قصده مش مسموع كويس يعني. كيف مش مسموع كويس؟ لا مش مسموع هنا الموضوع. الاغنيه الليبيه لو سمحت. طبعا يا استاذ محسن يعني الاغنيه انا ما اسمعش انا ما اسمعش ان واحد يقول في الاغنيه الليبيه يقول حلوه وحشه لكن يقول ضعيفه. هذه راي شخصي. يا رجل ليبيين احنا ليبيين. كلم ليبي. ايه احنا ليبيين. دقيقه بس كلم ليبي. ما زال تبين 100 سنه انت بتشوف. اللي ما زال عليك مش تبقى ليبي. تبقى على ليبي يا انت. كملك انت. انا اتكلم بصراحه. كملك تكلمني كيف ليبي؟ انت كيف انت تدي هذا على التلفزيون كيف بلدك يعني. كيف يعني برافو عليك برافو عليك. لا كيف يعني دقيقه بس دقيقه. تو انت كيف تدعي على ليبيا جديات؟ يعني انت تو الليبيين شنو كانوا من ليبيا؟ انت تعرف شنو ليبيا؟ شنو تعرف ليبيا انت؟ نعرف. انا ليبي قبل ما تجي انت ما نبيش نعيد بس. نعرفوك انت فنان. دقيقه واحده. شنو تعرف على ليبيا انت؟ والله ليبيا بلد جميل، بلد اهل كرم، ناس لكن نحكي لك خلينا من هذا كله. نحكي لك على الفن. وكمل الفن كمل يعني مش فاهم. في ليبيا كانك ممكن دقيقة بس يا محسن دقيقة أرجوك دقيقة بس. كيف تو تبي تدير لقاء أنت ولا تبي؟ أنا بتكلم صراحة تقول لي كيف؟ بصراحة دي مش ملتزم أنت راهو. كيف مين؟ أنت تبي تو على ليبيا تو راهو. أستاذ حميد احنا قاعدين نتكلموا في برنامج صريح جدا وأنت مدرسة من الفكرة المدرسة دوا احنا نيجي في موضوع ثاني مش تصلح وتدير دوا. تو هتبي تدير لقاء مظبوط ولا مسجم ولا ترتب امورك؟ اوكي يلا انا موافق. هذا السؤال مش هتنازل عنه. السؤال شنو؟ المفروض انك تجاوبني. السؤال مش فاهم. انا ما فهمتش كيف الليبي ما زال 100 سنة قدام باش يوصل للدرجة اللي المفروض يكون اسمها فن، يكون فني.
غناء ليبي ما فيش. والله انت ما تتحشم. لا ما فيش. ما عندكش حشم. مش لا في يا استاذ حميد ترى في ناس مش انت كانك انت ضيوف في ضيوف عمان راه. انت عارف في ضيوف. لا ما فيش مشكله. يعني انت المفروض استاذ نسيم ممكن تعرف حتى لو الكلام اللي تقول هذا 1% صح ما تدوش هيك. احنا كيف بنتكلموا نحكي لك هو كفن فن. لا افهم الدواء. انت راجل اعلامي. يا رجل اعلامي. كيف تدوي كذا؟ في ناس سكرك عليك مش من بلدك. لا اله الا الله. هيك انت تفهم ولا ما تفهمش؟ نفهم. هيك تقليل القيمه راه. مش تقليل قيمه هذا الواقع. انا صراحه احنا من تعرف الفنانين الليبيين. دائما بدي لك شويه تعلي في صوتك يعني. استاذ حميد احنا نتكلموا شنو الواقع؟ شنو الواقع اللي تدور فيه؟ الواقع ان الفن فن انا من رايي أنا عمري تو 38 سنه ما شفتش حاجه معناها تشجع على ان الانسان يمشي وياخذ كيف يعني نور العين هذا لحن نصر مزاوي فنان ليبي. نور العين وعندك حبيبي روح السماره وعندك كواحل وعندك هذا كلها اغاني ليبيه وعندك قديم سامعني. لكن هذه كلها اغاني الحان ليبيه انت حاولت انك انت تحييها. لو ما عفوا استاذ حميد لو ما غناهاش انت تو بتحاول تو السؤال اللي هذا معنى سؤالك يعني اللي تبي تقوله؟ هذا معنى سؤالي وانا مش هنتنازل ان الفن الليبي في او الالحان الليبيه ما لهاش لا مش كيف ما لهاش كيف تعبانه. انت اللي تعبان اقسم بالله العظيم. انت راجل تعبان راه. معلش استاذ حميد انا تحشم على وجهك تحشم على وجهك جديا. انا متحشم على وجهي وانا نتكلم بصراحه. لا صراحه هذه بصراحه انسان اعلامي وانا نعرف شو نقول. انا سامحني انا ما نبيش ندير اللقاء جديات. انا نعتذر انا زدت. لا استاذ حميد لان الفن الليبي فعلا شوف اقسم بالله ما انت ليبي. اقسم بالله العظيم انت دخيل. لا دقيقة استاذ حميد. لا عفوا شيء غريب والله يا انت. لا دقيقة استاذ حميد. اسلوبك. لا دقيقة استاذ حميد. لا دقيقة استاذ حميد. والله جي والله خليني اتكلم. لا مش تعود يا راجل خلاص عندي بس طلع هو لا يا خلاص لا ما نبيش نطلع معاك. خلاص عايزين احنا ليبي نفتخر باني ليبي نفتخر بالشعب الليبي وبكل شيء في ليبيا. نبي نهزك لو مش فاهم حاجه اقسم بالله ما تحشم هذا ما تحشمش. واضح من كلامه مش فاهم حاجه. هو نعطيكم احنا مثلا بنفتخر باستاذ عبد الحليم ام كلثوم. غير عفوا انا بقول لكم حاجه في الجيل دياب. انا في الاصل مانيش ليبي. شنو؟ انا في الاصل مانيش ليبي. شنو اصلك؟ ما حد من الدول العربيه. المهم كيف تدعي على ليبيا؟ كيف تدعي على ليبيا؟ كيف في ناس هتقدر يضرب تكوت تو ها؟ كيف تدعي على ليبيا؟ خلاص والله خلاص. حاول يا راجل والله الكمل حاول يا راجل الكمل اقسم بالله شايفك. طلعت يا راجل حبيبي. قلبك طيب قلبك طيب قلبك طيب قلبك طيب حلوة عيونك ليا بعيد حلوة عيونك ليا بعيد قلبك طيب قلبك طيب قلبك طيب قلبك طيب حلوة عيونك ليا بعيد حلوة عيونك ليا بعيد حبك جنني حبك جنني سارقني مني سارقني مني ليبي اصيل. الشعب الليبي كله بيحبك وانت روح الفن الليبي. والفن الليبي صدق فن قديم فن عريق. يكفي انه هو اعطانا تكنت انت استاذ حميد على قناه المتوسط وداخل اذاعه رحاب اف ام اذاعه آل الشاعري.
الاستاذ مصطفى حسين، والاخت الفنانه نسرين الامام عندها علم، وليد عندها علم. وليد والله استاذ مصطفى حسين، نرحب بك في قناه المتوسط، ومشكور جدا على استضافتك لينا انت واهل الشاعري. واهل الشاعري كلهم كانوا عاملين مقلب في اخوهم الحلو حميد الشاعري، منهم محسن، لا وليد يقول لا حتى هو. شكرا فنانتنا نسرين، شكرا استاذ حميد. عفوا، شو تقول للشعب الليبي في الشهر المبارك هذا وفي الاعياد نتاعه؟ كل سنه وانتم طيب ونعاد عليكم بالخير جميعا. كل عام وانتم بخير. وعيد الفاتح نقول كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله بالخير دايما ان شاء الله. ربي يحفظك استاذ.